السلام عليكم، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في خير وصحة وسعادة. النهارده هنعمل مع بعض البطاطا بطريقة سهلة جدا جدا، مش هتاخد منك ولا وقت ولا مجهود. بس قبل ما نبدأ الوصفة بتاعتنا يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف معانا ايه. اول حاجة كده انا معايا كيلو من البطاطا، غسلته كويس جدا جدا، وبعد كده جبت كيس حراري. الكيس الحراري ده هيخلي البطاطا تبقى زبدة معاكي، حاجة كده في منتهى الجمال. بس قبل ما هنحط البطاطا بتاعتنا هنعمل خطوة صغيرة خالص هتقلب البطاطا معاكي وهتخلي طعمها حلو جدا جدا جدا. هنجيب معلقتين كده من السكر الحبيبات وهنحطهم في الكيس كده من تحت، تمام. وهنا البطاطا بتاعتنا لازم تكون مندية شوية، يعني يكون فيها شوية مية صغيرين خالص كده علشان خاطر السكر يلزق على البطاطا وتتكرمل مع بعضها، تمام. لو البطاطا بتاعتك كبيرة بتبدأ ان انتي تفتحيها فتحات كده بالسكينة علشان برضو ما تاخدش معاكي وقت في السوا. هنا البطاطا كانت صغيرة فعملتها زي ما هي كده بالظبط. بنبدأ بقى ان احنا نغلفها بالسكر كده من فوق ومن تحت كويس جدا، وبنبدأ ان احنا نرصها في الكيس الحراري ده. طبعا البطاطا ليها حاجات كتير قوي في الشوي، يعني ليها طرق كتير في الشوي. ان شاء الله هنبقى نعمل مع بعض كده كذا طريقة حلوين برضو، وبيبقى طعمها حلو جدا. دي طريقة منهم. اول ما بنرص الكمية كلها بنبدأ ان احنا نقفل الكيس وبتفضي منه اي هوا. وضروري جدا برضو ان انتي تحطي صينية كده تحت الكيس علشان خاطر لسه هنفتح الكيس فتحات، فالكرملة اللي هتبقى موجودة هتنزل في الصينية من تحت، تمام. هي لما بتيجي تغسليها مش بتغلبك ولا اي حاجة، هي دوبك بس بتحطي عليها شوية مية بتبصي تلاقيها عملت معاكي على طول ونطفت على طول. نبدأ بقى ان احنا نقفل الكيس كويس جدا، وبالسكينة كده بنعمله فتحات من كل حتة، حوالي 4 5 فتحات كده. وبتكوني مسخنة الفرن بتاعك كويس جدا على اعلى درجة، وبتحطي الصينية دي تحت خالص. البطاطا الصغيرة ما بتاخدش وقت في السوا، مع الكيس الحراري كمان مفيش تلت ساعة كده وبتبصي تلاقيها استوت خالص. هنا كانت استوت. في الخطوة دي بقى لو حابة ان انت تاكليها مسلوقة وبتحبيها مسلوقة هتبدأي ان انت تفتحي عليها الكيس وتاكليها عادي خالص، بس انا حابة ان انا اكرملها واديها لون، فبدأت ان انا ادخلها تاني على الفرن لحد ما لقيتها لونت من تحت خالص والكرملة بقت لونها حلو. بدأت ان انا اقلب الكيس على الناحية التانية علشان ياخد نفس الدرجة بتاعت الكرملة برضو. طبعا الوقت اللي بتاخده في الفرن بيكون على حسب درجة الفرن بتاعك، سواء حامي سواء بارد. هو ده الوقت اللي بيحدد البطاطا تتكرمل امتى بالظبط. بتكون معانا بالجمال ده. لو عايزة تخليها تاخد لون اكتر من كده بتقعديها اكتر من كده، ولكن كده كانت لونها حلو قوي بالنسبة لي. بنبدأ بقى ان احنا نفتح الكيس بالراحة خالص، وتخلي بالك جدا وانت بتفتحي الكيس علشان خاطر بيبقى سخن قوي قوي وعلشان البخار، فتفتحيه كده من بعيد علشان خاطر ايه ما يحصلش اي حاجة لا قدر الله. وبتكون معانا باللون الجميل ده، حاجة كده في منتهى الجمال. هتيجي تاكلي منها هتاكلي زبدة مش بطاطا، حاجة تحفة جدا جدا. الكيس طريقته حلوة قوي، بس هو عيبه الحاجة الوحيدة في الكيس ان لما بتيجي تتكرمل بتاخد وقت شوية مش اكتر من كده. معلقتين السكر اللي احنا حطيناهم بياخدوا البطاطا معانا في حتة تانية خالص، يعني بيخلوا طعمها حلو جدا جدا. جربيها وبألف هنا وشفا ان شاء الله للي هيجربها. لو عايزة اقولك لو اول مرة بتشوفي القناة بتاعتي تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. وما تنسيش تحطي لايك للفيديو، وبكده اكون خلصت الوصفة بتاعتي النهاردة، واشوفكم ان شاء الله في وصفة جديدة على الف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.